عدي اسلام على طول احمد حسن من غير ما يبص بيحطها في المساحه الخاليه، ودي العرضيه خطيره بترتد مره ثانيه لاحمد حسن، بيقف على كورته. جول 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 جول. عملها النجم، عملها النجم احمد حسن. بقول لحضراتكم عايز يقول انا هنا، وبالفعل في الدقيقه 16 من اول خطأ يقف على الكرة وبحفظ الهداف وبلغة الهداف بيضع الهدف الافتتاحي له هذا الموسم أحمد حسن، بعد ما بدأها بلمسة حلوة جدا جدا. كرة عرضية من أحمد عيد، تلاقي على طول الصقر المصري أحمد حسن واحدة والتانية على القدم الثابتة لعماد السيد. كرة لا تصد ولا ترد من العميد علشان يتقدم الفارس الأبيض مشاهدينا الكرام، وتتقدم القبيلة البيضاء بهدف مقابل لا شيء. 1-0 في الدقيقة 16 للنجم أحمد حسن بعد كرة بمجهود فردي. أحمد عيد، محمد إبراهيم، زاد عدد اللاعبين، ودي كرة في منتهى الخطورة. فيها ايه؟ فيها هدف. فيها ايه؟ فيها هدف ورايا من احمد حلمي موفقة، لان خطأ غير مبرر من عماد السيد. لسه بقول لحضراتكم جوه لاعبي نادي الزمالك عدد اللاعبين اللي عددهم عندهم قدرات وعندهم امكانيات زاد، والكرة المقوسة بتغالط عماد السيد. كرة على غفلة فيها مفاجأة، تغالط عماد السيد، واعتراض شديد اللهجة من طلائع الجيش على راية أحمد حلمي المساعد الأول، اللي أشار بهدف تاني لنادي الزمالك عن طريق أعتقد محمد إبراهيم. هنشوف اللقطة أكيد. مخرج المباراة منتظر إن هو يقدم لنا السند والدليل على إن الكرة تجاوزت خط المرمى. حضراتكم عارفين ان الفيفا بص شوف ركز، هل عدت بكامل هيئتها واستدارتها ولا ما عدتش؟ صعب جدا جدا الحكم عليها من هنا. لازم تبقى الكاميرا في اتجاه القائم على خط المرمى علشان نتأكد ونجزم ان الكرة عدت، ولكن ضربة حرة مباشرة، كرة قريبة لمصلحة طلائع الجيش، كرة تقريبا على بعد 22 متر. عشان كده الشناوي بيطالب بحائط بشري، وجمعة مشهور مميز ومتخصص في تنفيذ الكرات الثابتة. هنشوف هيقدم لنا ايه جمعة. بيركن واحدة حلوة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حاططها زي ما الكتاب بيقول.